مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، طابة، دار الهجرة، دار الإسلام، كم فيها من أسماء، وكل اسم أجمل من الآخر. ما سميت بهذه الأسماء إلا لعظمها وقدرها في قلوب المسلمين. بلدة معشوقة السكنى طيبة المثوى، سكنها مع الإيمان شرف باذخ، واستيطانها مع التقوى عز شامخ. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. أخرجه أحمد. فهذه بلدة سكنها النبي صلى الله عليه وسلم، حسبك قول القاضي عياض: بلدة شهدت مواطن التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، لا يكاد بل لا يوجد شبر فيها إلا وقد ارتبط بشيء من حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. 10 سنين وهو يغدو منها ويروح إليها صلوات الله وسلامه عليه، حتى عندما ذهب إلى حجة الوداع وهو في مكة، فلما قفل راجعا، من أين قفل؟ من بيت الله، ليس من مكان شؤم، ليس من مكان شر، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يطأ ذلك. قادم من مكة، مع ذلك لما أقبل عليها أرخى الزمام لراحلته وقال: هذه أرواح طيبة، وأقبل مسرعا صلوات الله وسلامه عليه شوقا إلى المدينة. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيب فاهدأ يا. طيبة الغراء وطابة الفيحاء توسع العين قرة وتملأ النفس مسرة، بلدة آمنة ومدينة ساكنة لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. أخرجه مسلم. نعم، هذه هي المدينة، ما أجملها وما أجمل نسيمها وما أجمل أشجارها ونخيلها. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالبركة، ودعا لها بالحرمة فحرمت، كما دعا إبراهيم لمكة دعا النبي للمدينة. من بركتها نخلة فيها تسمى العجوة، وما أدراك ما العجوة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة، يعني كل صباح يأكل 7 تمرات من تمر العجوة، قال: لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. أي حصن كهذا الحصن. مما ورد في فضلها قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي سكناها من البركة ما يستحقر دونها كل رغد ورخاء ورفاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه مسلم. والناس كما نقول دائما لا يخشون من فتن الدين أعظم من الدجال، ولا من قوارع الدنيا أعظم من الطاعون، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: على كل باب من أبوابها ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال: إذا هذا ما أراده بأهلها فكيف بمن أرادها بها كمدينة صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن أخاف أهلها
فقد أخاف ما بين هذين وأشار إلى ما بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي شيبة. فيا هناءة ساكنيها، ويا سعادة قاطنيها، ويا فوز من لزم الإقامة فيها حتى جاءته المنية في أراضيها. هذه هي المدينة، فضائلها لا تحصى وبركاتها لا تستقصى، فاغتنموا فيها الأوقات واستكثروا فيها من الصالحات. جوار الهادي محمد، يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا